السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة آية شانيل. من ضمن تحضيرات رمضان غنحضر معكم اليوم دي سيجار اولا معسلة باللوز. وصفة اللي هي سهلة وسورتو الناس البنات اللي خدامين هكا الموظفات. وصفة اللي هي سهلة ودغيا كتوجد. غادي نوجدوهم في الفرن. كنتمنى ان الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع تفاصيل الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اول حاجه غنبدا بها هي اللوز. خديت نص كيلو ديال اللوز اولا 500 غرام. كبيت عليه الماء مغلي وخليته واحد شويه ديال تقريبا 10 ديال الدقائق. صافي قشرته وخليته بات ليله كامله حتى نشف مزيان، يعني ضروري تخلوه حتى ينشف مزيان. وغادي ندوز مباشره باش نطحنو. كنطحنوا اللوز ديالنا جيدا صافي حتى كنحصلوا على واحد العقده بهذا الشكل هذا، يعني كتجمع. وغادي ندوزو باش نذكر لكم باقي المكونات. عندي 80 غرام ديال الزبده، عندي 3 المعالق كبار ديال السكر. هنا عندي انا السكر الاسمر، ممكن ديروا الابيض اللي متوفر عندكم. عندي شويه ديال القرفه تقريبا راس معلقه، قبيصه ديال الملحه، وشي 3 الحبات تقريبا ديال المسكه الحره. وغنحتاج ايضا الماء ديال الزهر. صافي خديت واحد البول وبدات فيها اللوز ديالي باش نضيف ليه باقي المكونات. غنضيف ليه السكر، عندي 3 المعالق كبيره ديال السكر، وممكن تضيفوه على حسب الذوق ديالكم، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا على حسب الذوق ديالكم. ضفت ايضا القرفه، ضفت شويه ديال الملحه، وايضا المسكه الحره من بعد ما طحنتها. غنخلط المكونات ديالي باليدين هكا، نخلطهم مزيان صافي حتى كيتخلطوا ليا. وغادي نضيف عليهم الزبده، وكنخدم هذيك الزبده مزيان مع اللوز، يعني كنبقاو ندعكو فيها مزيان حتى كيولي عندي واحد الخليط اللي كيكون رطب وكيتشكل معنا بكل سهوله. غنضيف ايضا الماء ديال الزهر. هنايا ضفت تقريبا 2 ديال المعالق كبار ديال الماء زهر، ماشي بزاف. صافي غنخلطو مزيان مع الخليط بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على عقده اللي كتكون رطبه. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. ضروري البنات تخدموا مزيان اللوز مع الزبده ومع باقي المكونات باش دغيا باش ملي نبغيو نشكلوا الحراب اللي نقادو بهم لي سيجار ديالنا دغيا يتشكل ما تقطعش لينا الحشوه. صافي غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير وغنخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، ونرجع لكم باش نكملوا باقي المراحل. صافي هنايا خديت الورق ديال الفيلو متوفر في مرجان اولا بيم، يعني متواجد. انا خديتها من بيم. وعندي هنايا الزبده مذوبه، ذوبتها مزيان حتى ما بقاش فيها داك الماء ديالها اللي كيكون فيها، يعني تكتولي نوازيط. وغندوز ناخذ الورقه ديالي ديال الفيلو نقطعها هكا على 2 باش ما تجينيش غليظه، باش يجيكم لي سيجار ديالكم رقيق ومقرمش. صافي غادي ندوز باش ندهنها بالزبده اولا الزيت اللي متوفر عندكم. انا درت الزبده اللي ذوبتها مزيان حتى ما بقاش فيها هذاك الماء اللي فيها. كندهنوا حتى بالزيت حتى هو كيجي مزيان. وغادي ناخذ كنشكل هكا حرابل من الحشوه ديال اللوز. ديروا الحجم اللي بغيتو بالنسبه هكا الحشوه ديال هاد لي سيجار، يعني ديروا الحجم اللي بغيتوهم يجوكم كبار كتكثروا الحشوه، بغيتوهم يجوكم يعني رقاق كديروا يعني الحشوه غير شويه. بالنسبه اللي درت انايا فدرتهم متوسطين يعني موين، جاو هكا زوينين والشكل ديالهم زوين. صافي كنبدا نلوي الورقه ديالي بهذا الشكل هذا، وانا كنضغط باش نقاد ليها لا فورم ديالها باش تجي هكا دائريه تجي مقاده. صافي حتى كنوصل للاخر ديال الورقه وكندهنها بشويه ديال الزبده باش تلصق ليا مزيان. صافي وغادي نوضعها في اللاطه ديال الفرن. بالنسبه للاطه ديال الفرن حاولوا تقطعوا الورقه ديالكم على العرض ديال اللاطه ديالكم باش يجيكم مقاد، باش يجيكم السيجار ديالكم نيشان مع اللاطه. شفتوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، يعني حاولوا تقطعوا الورقه ديالكم في الطول في العرض ديال اللاطه باش يجيكم السيجار مقادين. صافي كناخذ ورقه اخرى حتى هي كندهنها بنفس الطريقه
نعاود معكم واحده اخرى. صافي حاولوا دهنوا مزيان بالزبده. جربوا هاد لي سيجار هادو، فهما كيجيو زوينين بزاف وساهلين في التحضير، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وكيطيبوا في الفرن. كيف ما كتشوفوا فالحشوه دغيا كتشكل، ما كتقطع ما حتى شي حاجه، حيت خدمناها مزيان ودعكناها مزيان مع الزبده ومع باقي المكونات، ما كتبقى تقطع ما والو. صافي غادي نلوي هكا بهذا الشكل هذا ونحاول نضغط باش يتقاد ليها لا فورم تجي دائريه. صافي غادي نلوي كيف ما درت في المره الاولى بهذا الشكل هذا، وكندهن الطرف بشويه ديال الزبده، وكنحاول ندهنو كله بشويه ديال الزبده باش يتحمر ليا في الفرن. صافي بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ لاطه ديالي ونوضعوه في يعني الجانب ديال الحربول الاول. كيف ما كتشوفوا كيجيو مقادين، فاش كتاخذوا العبار من الاول كيجيوكم مقادين. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحشوه كلها اللي عندي. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي عطاتني نص كيلو. الا درتو كيلو غادي تعمر اللاطه كلها، يعني غادي تجيكم كميه كثيره. صافي غادي ندوز باش نقطعهم. كنقسم هكا على جوج، وغنعاود نقسم عاوتاني على 3. بالنسبه للتقطاع كيبقى لكم الاختيار، ديروهم كبار صغار، ديروهم القياس اللي بغيتو. ممكن تخليوهم حتى يطيبوا عاد تقطعوهم حتى هما كيجيو مزيانين. غير انا خفتهم لا يتهرسوا ليا، قلت من الافضل انا نقطعهم دابا قبل ما ندخلهم الفران اللي كنكون مسخناه من قبل، يعني خص الفران يكون سخون. صافي وعاد كندخل ليه الحلوه ديالي، ومن بعد ما كندخلها كنقاس عليه النار وكنخليه يطيب على خاطرو باش ما تحرقش ليا الحلوه ديالي وتجي مقرمشه. صافي وما تخليوهاش، راه ردوا معها البال، راه دغيا كتحمر دغيا كطيب. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها. تاخذ هذا اللوين هذا بالضبط، هذا اللون الذهبي، ما تخلوهاش تحمر بزاف. صافي مباشره من بعد ما كنخرجها كنسقيها بالعسل، سقيوها مزيان بالعسل. صافي بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما كنسقيها بالعسل وهي سخونه كنخليها هكا واحد نص نهار او لا ليله كامله الا كان عندكم الوقت. وكتشوفوا الا كانت محتاجه، مازال محتاجه شويه ديال العسل، كنزيدوها شويه ديال العسل. الا بانت لكم صافي مزيان صافي كتخليوها. كيف ما كتشوفوا انا هنايا راه خليتها باتت ليله كامله، وعاود زدتها شويه ديال العسل. داك الكميه ديال العسل درت لها في الاول شرباتها كلها، عاود زدتها شويه ديال العسل. وغادي ندوز باش نزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي. النصف ديال الكميه غنزينها باللوز ايفيلي، والكميه الاخرى غادي ندير ليها البيستاش. ممكن تزينوا بلي متوفر عندكم، ممكن اللوز كونكاسي حتى هو كيجي زوين، اولا كاوكاو كونكاسي ولا اللي متواجد عندكم في البيت ديروه. وهذا البيستاش حتى هو كيعطيها واحد المنظر زوين، واحد اللون زوين الصراحه. صافي غنستمر بحال هكذا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. صافي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوز باش نوضع هاد الحلوه ديالي في الكويغطات باش نعطيوها واحد المنظر زوين. صافي بهذا الشكل هذا الكويغطات البيضين. شوفوا كيف ما كتشوفوا شاربه العسل مزيان الصراحه، كتجي لذيذه بزاف هاد الحلوه هذه، غير جربوها. صافي غنستمر بحال هكذا حتى نكمل الكونتيتي كلها اللي عندي نديرها في الكويغطات، ونتلاقى معكم نشوفوا الشكل النهائي بطبق التقديم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السيجار اللي حضرت معكم اليوم. الصراحه كيجي زوين لا شكلا ولا مذاقا. كنتمنى انكم تجربوه وين الاعجاب ديالكم، واكيد غادي يعجبكم. وإلا عجباتكم الوصفه بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا لي لايك البنات،
ولا كنتي اختي اول مره تشوفي القناه، ضغطي على زر الاشتراك الاحمر ابوني وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد. ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديوهات جديده ووصفات جديده ان شاء الله لرمضان الكريم. وبسلام عليكم.